فيروس نايم جواك بقاله سنين ساكت ولا كأنه موجود، وفجأة يصحى ويفاجئك بألم غريب كأنه نار ماشية على جلدك، تلاقي بعدها طفح جلدي على خط أو اتجاه واحد، ومن هنا تبدأ حكاية الحزام الناري. أول مرة تشوفني أنا دكتور إسلام، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان المعلومات توصل لعبد الغني. الحزام الناري او الاسم العلمي هيربس زوستر ده فيروس من نفس العيله بتاعه الجدري المائي. يعني لو كنت اتصبت بالجدري زمان، الفيروس ده موجود في جسمك لحد النهارده ومستخبي في الاعصاب، بس فجاه بسبب ضعف المناعه او التوتر او الضغط النفسي الفيروس ده يصحى ويمشي في مسار العصب. عشان كده بنشوف الطفح الجلدي في خط واحد على الجسم. الاعراض بتكون الم شديد في منطقه معينه من الجلد، طفح جلد احمر في المكان ده، وغالبا بيجي بعد الالم بيومين ثلاثه، حرقان ولسعه كانك مولع نار تحت جلدك، واحيانا المريض يحس بصداع وسخونه وتعب في الجسم كله. طيب الحزام الناري بيجي لمين؟ اي حد اتصاب بالجدري المائي زمان ممكن يجيله الحزام الناري، بس غالبا بيظهر في الناس اللي سنهم فوق ال 50، الناس اللي مناعتهم ضعيفه. طيب امتى يكون خطر؟ لو جه حوالين العين ممكن يهدد النظر، ولو جه في الوش ممكن ياثر على العصب السابع. الحزام الناري نفسه مش معدي بالشكل الناس متصوراه، لكن البثور اللي بتظهر على الجلد لو حد لمسها ما عندوش مناعه ضد الجدري ممكن تعدي، ولو اتصاب هيكون بالجدري المائي مش الحزام الناري. مهم جدا تعرف ان الحزام الناري مش بس وجع، ممكن يسبب الم عصبي مزمن على مدار شهور او سنين بعد الطفح الجلدي، خصوصا عند الناس الكبار في السن او اللي ما اخدوش العلاج بدري. عشان كده ركز معايا، لو حاسس بالم شديد في ناحيه واحده من الجسم، الالم ده على شكل حرقان زي ما قلنا او على شكل لسعات كهرباء لدرجه انك مش مستحمل اللمسه او لبس الهدوم، روح للدكتور بسرعه حتى لو الطفح الجلدي ما ظهرش، عشان العلاج بيكون مهم جدا لو اتاخد في اول 72 ساعه. الناس اللي سنها فوق ال 50 سنه او اللي سنها صغير وبتاخد ادويه بتثبط المناعه ومناعتهم ضعيفه ممكن ياخدوا اللقاح، بيتاخد على جرعتين ما بين الجرعه والثانيه من شهرين لست شهور، يقلل خطر الاصابه بالحزام الناري لنسبه بتوصل اكثر من 90%، ولو حصل برغم التطعيم وده نادر الاعراض بتكون اخف.